والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ متابعين مطبخ اميره القصر. جايلكم النهارده فيديو جديد من فيديوهات مطبخنا، وهنعمل مع بعض النهارده. هنغير بقى الاكل التقليدي بتاعنا بتاع كل يوم ده، اللحوم بقى والفراخ والكلام ده. هنغير النهارده وعايزين نعمل كده شويه جمبري كده حلوين. قلنا نغير بقى المود شويه. معايا هنا ده نص كيلو من الجمبري. طبعا الجمبري احنا كلنا عارفين ان هو غالي، فده نص كيلو ما شاء الله. كان حلو، كان كتير، مش قليل يعني. ده الحجم اللي هو ده مش الكبير، ده الحجم اللي هو الوسط، مش الجامبو. الحجم الوسط ده كان السعر فيه بحوالي 160 جنيه. وده كان الصغير، انا جايبه الصغير ده عشان اعمل منه رز صياديه، واعمل منه برضو شوربه جمبري. بتبقى حلوه قوي، المرقه بتاعته بتبقى طعمها حلو قوي. والكبير ده برضو قلت هعمله معاكم طواجن، ولو حابه ان انت تعمليه مقلي اعمليه. انا كان معايا هنا نص كيلو من الحجم الكبير ده ونص كيلو من الصغير. معايا للصغير ده عشان اعمل منه الشوربه. معايا هنا طماطم وبصل وفلفل، ومعايا ليمون، طبعا الجمبري بيحب الليمون قوي. ومعايا هريسه شطه، ده اختياري مش اجباري هريسه الشطه، بس لو حباه سبايسي ممكن تحطي. ومعايا فلفل مقطعاه قطع صغيره، ومعايا بصل برضو مقطعاه قطع صغيره. ومعايا هنا لو عندك كرفس ماشي، لو عندك عيدان من البصل الأخضر ماشي. ومعايا هنا كوباية بس كده من عصير الطماطم. ويلا بينا كده بقى على طول ندخل على المقادير وطريقة التحضير بتاعتنا. بس ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. يلا بينا كده. الأول طبعا الجمبري ما بياخدش وقت على النار، يعني الحاجة دي مش هتاخد معاكي 10 دقايق وهتجهزيها. الجمبري بتاعي طبعا لازم اغسله كويس جدا جدا جدا، يعني بمعنى ان انا احطه في ميه كتير. في اي بوله عندك امليه ميه وادلقي وصفي وارجعي حطي تاني، عشان طبعا بيكون فيه رمل وكده. طبعا الجمبري بتاعي ده ما بيتشالش منه الحبل الرملي لان ده صغير. الكبير التاني اللي انا وريته لكم في اول الفيديو هو ده اللي بتشيلي منه الحبل الرملي، طبعا ده بيبقى حجمه كبير. هندخل كده على طول على الطريقه ديت. انا نزلت كده بنص كيلو من الجمبري. ده الجمبري اللي هو الصغير ده بيتسلق بحاله كده، ما بيتشالش منه اي حاجه. هنزل عليه بطماطمايه كبيره مقطعاها، لو عايزه تقطعيها مكعبات ماشي، عايزه تقطعيها اربع تربع ماشي عشان ترجعي تشيليها. ومعايا بصلايه برضو اربع تربع كده، ومعايا قرن فلفل مقطعاه، وشويه كده من الكرفس. تمام. بحطهم. ومعايا التوابل بتاعتي، توابل الجمبري بسيطه جدا، ما تكتريش وما تافوريش في التوابل، علشان ما تغيرش وتغطي على النكهه الاساسيه بتاعه الجمبري بتاعي. معايا معلقه صغيره خالص كده من الكزبره الناشفه، ودي اساسيه. معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الملح، وحبه صغيره خالص 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 كده من الزعتر، عشان تديها نكهه مختلفه. قلبت توابلي مع بعضها، وبعد كده بنزل عليهم. وطبعا بكون حاطه ميه على النار بتغلي. وبعد كده ببدأ ان انا ازود الجمبري بتاعي ده. ما باحطش ميه كتير، طبعا كل الخضار اللي انا حاطاه ده هينزل ميه، فانا مش عايزه ميه كتير. برفعهم على النار، ما بياخدوش 5 دقايق بالظبط وبطفي عليهم. باجي هنا بقى بحط كده في اي ووك عندي او اي صينيه فرن عندي، بحطها على النار كده وبنزل فيها بمعلقه كده من الزبده. لو حابه ان انت تستغني عن الزبده وتحطي زيت ماشي، بس الزبده بتدي تطعيمه حلوه قوي للطاجن بتاعي. انا هعمل معاكم بقى هنا احلى طاجن جمبري بيتقدم في المطاعم
بيكون فخم جدًا، هتعمليه في البيت في المطاعم بيبقى غالي أوي، هنعمله في البيت بمكونات بسيطة جدًا. حطيت كده معلقة الزبدة ونزلت بالبصلاية اللي أنا مقطعاها مكعبات بالشكل ده كده، التشويحة دي بتفرق جدًا في طعم الطاجن يا جماعة، هتدّيها نكهة تانية خالص. أنا حطيت البصلاية المكعبات وحطيت عليها فصين كده من التوم، حطيتهم في المبشرة كده بتاعة التوم ديّة، وبعد كده هانزل ببقية التوابل بتاعتي اللي إحنا قُلنا عليها، اللي هي كزبرة الناشفة والكمون والفلفل ومعلقة صغيرة جدًا خالص من الزعتر، وبعد كده نزلت بقرن فلفل أخضر كده، وبعد كده نزلت بمعلقة من هريسة الشطة الحمرا ومعلقة من هريسة الشطة الخضرا، طبعًا عملتها معاكم قبل كده على القناة، ارجعوا للفيديوهات، وطبعًا ديّة بتخلّي الطاجن بتوديه في دنيا تانية خالص، طعم spicy حلو كده، وحبة صغيرين كده من الكرفس، يعني الكرفس الأخضر ده بيدّي نكهة حلوة وطعم حلو وبيدّي لون حلو برضه الطاجن بتاعي. أنا باشوّح الخضار ده، أنا مش باحمّره، مش باسوّيه، أنا بادّي له تشويحة. طبعًا إحنا عارفين الجمبري ما بياخدش وقت في السِوَى، بيستوي بسرعة جدًا، فأنا عشان أضمن إن البصل بتاعي يكون ما يكونش بيقرش، والخضار الفلفل ما يكونش بيقرش، فبادّي له لازم أدّي له التشويحة دي، هتفرق في الطعم جدًا، وفي نفس الوقت برضه عشان أضمن إن هي هتبقى مستوية. بعد كده طبعًا الجمبري بتاعي أنا مغسلاه كويس جدًا ونقعاه في مَيّة كذا مرّة لمّا أنزّل كل الرمل اللي فيه، بعد كده قصّيت الشنبات بتاعته اللي بتبقى فوق ديّة عشان المنظر العام بس، لو أنتِ حابة تسيبيها خلاص، بس أنا حبيت أشيلها كده عشان المنظر العام. طبعًا الجمبري أنا سايبة الراس بتاعته وسايبة الديل وكل حاجة عشان يدّي منظر حلو وشكله حلو، وفي نفس الوقت برضه الطعم الحلو والريحة الحلوة والشوربة الحلوة بتنزل من الراس والديل والقشر والحاجات دي، تمام. خلاص إحنا كده هنبدأ نشوّحه تشويحة بسيطة خالص بس بالراحة وبشويش، الجمبري مش عايز تقليب يا جماعة، وطبعًا إحنا شِلنا الحبل الرملي وإحنا بنغسله. بعد كده بانزل بكوباية بس من عصير الطماطم، عصير طماطم فريش مش صلصة خالص، عصير طماطم فريش هتفرق جدًا معاكِ في الطعم، ودول كانوا شوية مَيّة بس، أنا مصمصت كده الخلاط اللي أنا ضاربة فيه الطماطم بشوية كده من المَيّة بسيطة خالص كده، وباسيبهم بقى ما فيش دقيقتين على النار يا دوبك يغلوا، الجمبري ما بياخدش معايا وقت خالص، ودي عصرة كده من الليمونة هتفرق جدًا معاكِ في الطعم وفي النكهة وفي الريحة. عصرة الليمونة ديّة جميلة جدًا، بتدّي مزازة حلوة أوي للشوربة مع الجمبري بتاعي، فبتدّي mix حلو أوي هيعجبك. طبعًا إحنا غلوة واحدة على النار وباشيله على طول، الجمبري ما بياخدش وقت على النار، أول ما يغيّر لونه للون الأورانج ده بابدأ أشيله على طول، لإن الجمبري يا جماعة لو غاب على النار 5 دقايق بيبدأ إن هو يجلد، يعني اللحمة بتاعته هتبقى ناشفة زي الكاوتش، لأ أنا عايزة الجمبري بتاعي آكله يبقى بيقطم معايا، لحمته بتقطم، خلاص غِلى غلوة على النار بالشكل ده كده هابدأ أشيله بقى. أنا ممكن أقدّمه بالشكل ده كده عادي من غير ما أدخّله الفرن، بس أنا عايزة بقى أدّي له التحميشة الحلوة وريحة الفرن الجميلة اللي إحنا بنشوفها بقى في المطاعم، فهابدأ أحطه كده في طاجن بايركس بالشكل ده كده، وطبعًا المرقة الحلوة اللي نزلت منه ديّة أنا هاحطها في الطاجن، وهابدأ أدخّله الفرن يا دوبك ياخد تشميعة، تشميعة بس هتدّي له الريحة الحلوة والطعم الحلو. ودي الشوربة دي الجمبري الصغير بقى اللي أنا عملته في الأول، بنعمل من الشوربة ديّة يا جماعة أحلى رز صيادية، بتبقى حلوة أوي. أنا شِلته هنا كده من الحلة ورجعت ضيّرته عندي في الصينية دي كده، لو حابة إن أنتِ تقلّلي المرقة بتاعته عن كده ماشي، بس المرقة دي صدقوني بتتشرب قبل ما بتاكلي الجمبري، وده شكل الطاجن أهوّة بعد ما خرج من الفرن، مش عايزة أقول لِك على ريحته وعلى جماله، الله عليه، الريحة كانت جميلة جدًا، ما خدش معايا الطاجن ده ما خدش معايا 10 دقايق بالضبط تحضير وتسوية، بيتقدّم وهو سخن بالشكل ده كده، الله عليه وعلى ريحته وعلى جماله، مش عايزة أقول لِك كان حلو إزاي، تاكليه برّه في المطاعم بيبقى غالي جدًا، اعمليه في بيتِك ووفّري، ولو عجبِك الفيديو وعجبِك محتواه ما تنسيش تنزلي تعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناة مطبخ أميرة القصر، ما تنسيش تفعّلي زر الجرس وتدوسي على الكل عشان كل جديد مني يوصل لِك بإشعار.